حياك وبياك. الله يبقيك. أنا صراحة الحلم كان مو لي لأختي، لكن أنا وهي نشتغل في نفس المجال. أيوة. وفسرت لنا قبل تقريبا سنة أو أكثر، قلت إن راح تتطورون في التسويق، يعني في شيء في التسويق عندكم غلط راح تعدلونه وتمشي أموركم في العمل لدرجة ما راح تلحقون. الله أكبر. فأنا سبحان الله هذه أول مرة في حياتي أوقف باب الطلبات من قوة الحجوزات، ما شاء الله. ما شاء الله. تذكرت كلامك، اللهم لك الحمد. تستاهلين ما شاء الله. أسأل الله أن يفتح عليك ويرزقك من حيث تحتسبين ولا تحتسبين. آمين أجمعين. والرؤية عرفتي الغلط اللي كنت تعاني منه. اي والله سبحان الله، يعني صرنا نتابع حقين التسويق وصرنا يعني نطور أنفسنا فجأة كذا وربي يسرها. الحمد لله. اللهم لك الحمد. تستاهلين، الله يوفقك ويفتح عليك. الله يبارك لك يا رب. حتى يعني أنا داومت على رقيتك حقة الملح والماء وكنت أغتسل فيها. سويتها يا شيخ ولقيت أثرها ولله الحمد. الله يجزاك عنا خير الجزاء. اللهم آمين. اللهم هذا الذي أريده. أريد أنكم تستمرون، والله وأريد منكم الدعاء، وأيضا احذروا كل الحذر من هؤلاء المرجفين. أنا أسميهم مرجفين أو المرجفون، اللي دائما يحاولون أن يثبطونكم. أنت في بيتك، لا رحتي لا عند قارئ ولا شيء، استعنتي بالله عز وجل وتحسن حالك، فأسأل الله أن يفتح عليك. شكرا ونخوك أجمعين يا رب. الله يجزاك خير يا رب، يعطيك العافية. من الدعوة حتى في أحلامي شفتك كم مرة، بس ما كم حلم شفتك أنت. طيب اللهم اجعله خير، أهم شيء خير. لا إن شاء الله. مرة شفتك كان بتتفقد سطح مسجد، والمسجد هذا عليه كان مسجد كبير عليه قرميد، وكانه المسجد فيه يعني كان مشروع حكومي وما تم، وكانك انت طالع الدرجه وانا طالع معاك بنفسي يعني. ايوه. هذه مره. فتفقد المسجد. ايوه انت تفقد فوق في السطح فوق. ايوه في السطح. نعم. ايوه. ومره كان برضه ثاني شفتك كانه في كانك انت جاري، انا ساكن جنبك، والحوش حقك كبير، وبرا الحوش كانه في جوالات حقت الدقيق، ومن فوق لها كراتين كده حقت مواد غذائيه مرصوصه كده يعني على متباعده كده، وكانه جنبك حديقه، وكانه انا حصلتك لقيتك يعني في الحديقه، وكانه ماشيين الصلاه، وفرحت لما شفتك، وكان في نفسي قلت خلاص والله انا يعني كاني فارس التفسير جنبي، وانا كل مره حاحكي لك كل رأي ويفسرها لي كلها. ونحن واقفين في الحديقه، جت واحده اتوقع جا في بالي انها غطريه، وجابت اغراض، وانت قلت لها ان شاء الله هذه يعني حتمشي في الخير، وبس الغاطريه هذه كان شويه يعني صدرها كاشف. ايوه. وكان برضو الحديقه عليها باب كده عليه دجاج، الدجاج هذا اذكر انت يعني كان بتتكلم عن العين ولا شيء، قلت لي يعني ضربت بالحجر كده، قلت لي يعني العين هذه والدجاج طار، يعني كانه العين هذه تصيب كده بالسرعه هذه. ان العين ايش؟ يعني العين يعني تصيب يعني الدجاج كده ورميته بحجر كده والدجاج طار كده، يعني كان العين هذه بتصيب بالسرعه هذه كده، كانه كده يعني في الحلم. لا معلش، هذه فهمني اياها، ما فهمت كيف هذه الاخيره. في الحديقه عليها باب حق حديد، وفيه دجاج العادي هذا البلدي هذا، وكانك انت رميت بحجر كده، وكانه انا فهمت ولا قلت لي انه كانه ولا يعني العين بتصيب بالسرعه هذه كده، يعني العين بتصيب ايش؟ الدجاج؟ اي لا يعني كانه بتصيب بالسرعه هذه كده، يعني بتصيب يعني سرعتها كده زي سرعه الحجر، لانه نعم. يوم رميت قلت انها تصيب نعم. ايوه نعم. يلا عندي رؤيه صراحه لزوجتي صغيره، وعندي رؤيه انا مره صغيره برضه ما بطول. ايوه الله يعطيك العافيه. وزوجتي رات يمكن امس ولا امس كانها تحت شجره حق البرتقال، والشجره البرتقال كانت مليانه لين اغصانها منثنيه، يعني ما قدرت تشيل البرتقال، وشالت برتقالتين تقريبا تقطف منها وتاكل، كان مزاجها حالي لين يعني حست بالشبع، وكان البرتقال حجمه اكبر من الجريب فروت، كان حجمه كبير. بس والله الذي يظهر لي ان صدقت هذه الرؤيه، تقول بسبب قله يعني عطش تلك الشجره قصدك ولا ايش؟ لا الشجره كانت خضراء، يعني ما بسبب، بس كان بسبب انه يعني مليانه برتقال. ايه بس تقول ايش اللي دبل؟
لا مش دبل، كأنه الغصن يبغى ينثني من يعني من كثر ما حامل برتقال. طيب أيوه. نعم شوف بس ركز معي، لأنه أحيانا هل تعلم أنه الشجر إذا زدت سبحان الله، يعني هذه معلومة. نعم. هل تعلمون أنه الشجر إذا زدت سقايته زاد الماء، يعني زدته عن يعني أسقيته زيادة قد الثمرة تتلف. فهمت؟ فأنا سألتك علشان فهمتني وش أقصد هنا. نعم الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أنتم قادمين على خير يا رب يا رب. والذي يظهر لي البر تقال إما بفعل صالح بر خلاص، قد يكون أنتم بسبب أنتم قادمين على الخير إما بدعاء أو بفعل صالح أو بصناعة معروف، هذا بر تقال قال. والقال بمعنى أنكم أنتم في الشريعة الإسلامية اسمه إقالة. الإقالة أحيانا قد يعني تقيل شخص يعني عنده تعثر فتحل محله. الذي يظهر لي والله أعلم وأعلم قد يكون في انتقاله، قد يكون لك أنت أو لزوجتك. زوجتك سبق أن قلت إنها بتيجي السعودية. أيوة نعم كثير متواترة. طيب هل هي انتقلت الآن؟ لا لسه صراحة. طيب لا، هل انتقلت الآن من مكان إلى مكان؟ أيوة هي كان في مكان كذا قريب من الحرب وانتقلت لمكان ثاني، لكن الرؤية هذه قبل يوم لسه قبل الانتقال. طيب الذي يظهر لي قد يكون عندها أكثر من انتقال، قد يكون عندها أكثر من انتقال، والذي يساند في انتقالها والله أعلى وأعلم أهل الخير. في هناك تقول إنه يعني أهل الخير شغالين ولهم جهود. أيوة صراحة أيوة، لأنه الشوارع شبه مسكرة والأمور شوية صعبة. يا سلام. نعم الذي يعينها على الانتقال أهل الخير، وأسأل الله أن ييسر لها. وأنا نصحتك والله نصحتك من زمان. صح. إيش قلت؟ أيوة أذكر. أيوة والله وسبحان الله أنا حتى فعلا نويت، وسبحان الله حتى الشارع الحين مسكر مرة واحدة. لا بس إيش كنت أقول لك ومتابعين إيش قلت؟ أيوة الأمور أيوة صح. يوم الرؤية بس أنا شوية عندي ظرف كان شوية كده. أيوة سبحان الله. خلاص لعلها خير. رأيت قبل أيام كده برضو كأنه في بنت صغيرة، بنت شقراء ويعني جميلة تشبه السوريات هذول، وكانها بنتي وكان اقبلها من خدودها، وكان زوجتي جنبي ولا بالصوره هذه كان اقول لها يا اخي ليش ما نجيب ثاني، وكان حوالي عمرها من 5 إلى 6 سنة بس. هذا استقرار لك. انت الحين متنقل من مدينه لمدينه؟ يمكن من حي لحي كذا لين بحث. ايوه صح. نعم. خلاص الذي يظهر لي والله اعلى وأعلم شقراء عدم قرار، ماك مستقر. وايضا دائما اللي اشقر تجد في راسه يظهر حتى انت عندك امورك ما هي مرتبه، كل يوم عندك فكر، كل عندك ما شاء الله. نعم. فالذي يظهر لي فرج واستقرار. فرج. نعم استقرار وامورك. الذي يظهر لي في امور عندك الدوله ستمنحكم انتم اللي قلت انت شقراء سوري في اقامتكم سيكون لكم دور. هل الدوله اصدرت شيء؟ ما شاء الله تبارك الله. لا ما لسه، لكن سبحان الله انت قبل كده رؤيا لزوجتي قلت لي سيكون في قرار خاص للاخوه السودانيين، وحصل؟ لا لسه ما حصل. وسبحان الله يعني بنسمع انه بيقول بيجي شيء زي هذا يعني. خلاص انا اقول لك هذا شقراء وسوري، هذا استقرار اقامه قد يكون يشملكم كما شمل يعني الدوله كما شملت اخواننا في سوريا والله اعلى وأعلم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب. نعم. الله يعطيك العافيه. شكرا يا شيخنا. تمام. انا حلمت اني دخلت مدرسه كاني رايحه اختبر، طلعت الدور الثاني وكانوا قالوا لي انه فصلك تحت. نزلت وبعدين لقيت يعني مجموعه مراسم وكذا اوراق في الساحه، وبروح فصلي الا واحده من المعلمات قالت لي جيبي لي 7 مراسم عشان الاختبار بالمراسم، جيبي لي 7 مراسم. جيت باخذ مراسم قالت لي واحده لا هذه لي، يعني انه كانها ابله. قالت لا، ورحت وفي جنبها واحده ثانيه جالسه عندها مراسم قالت لي خذي من هنا. اخذت 7 مراسم، اخذت 8 لي واحده، يعني 8 اخذت 7 للمعلمه وواحده لي. بعدين كانه في واحده قاعده تبيع مكياج وقاعده توريني تقول لي خذي هذا. قلت أنا أبى كحل اللي داخل العيون. قالت لي لا، ما قالت ورتني كحل ثاني اللي يجي فوق العيون. قلت لها لا هذا عندي أنا في الحقيقة عندي مثله. قلت لا أنا عندي مثله، أنا أبى اللي داخل العيون. خلاص أنتي دوريها، إذا لقيتين أنا بروح أختبر بعدين أرجع لك. بعدين رحت قاعة لا معليش في نقطة نسيت أقول لك. نزلت أجيب موية، بعدين رحت أخذ المراسم. بعدين رحت القاعة ودخلت فتحت أول فصل،
لقيتهم جالسين يسولفون. قلت ما جات المعلمة وما اختبرته؟ قالوا لا ما جات. فتحت القاعة الثانية ما في بنات بس ما في معلمة. فتحت القاعة الثالثة حقتي لقيتهم خلصوا جالسين يسولفون البنات وكذني زعلانة. أقول راح علي الاختبار. جات المعلمة قالت أنتي تأخرتي. قلت لها لا ما تأخرت، رحت اشتريت جبت موية. بعدين كل ما شافتني معلمة قالت لي جيبي لي مراسم وراح علي الوقت. قالت لي أصلا أنتي ناجحة فيه ما يحتاج تختبرين هذا الاختبار. بعدين كانها راحت وجابت جوالها يعني بتراضيني وكذا وفكت لي مقطع فيديو. طبعا هذا المقطع الفيديو هو تمويه عشان ما تبى اللي جالسين يفهمون. وهي الفكرة في الصورة، حاطة صورة على المقطع الفيديو أنا ما أدري هي جائزة أو إنها شيك بس مكتوب 1,050,000 ريال. قلت لها كيف يعني؟ كانت تقول لي طالعت فيني ابتسمت زي اللي تقول لي هذه لك، بس ما تبى تقول قدام البنات هذه لك يعني. بس أنا فهمتها إنه هذه لك، وما يعني أنا فرحت داخلي بس ما قصرت إنه ابتسمت أو شيء عشان ما حد يفهم. بعدين جلست جنبي وقعدت أقلب جوالي. قالت لي حسابك في التيك توك يجيكي أرباح؟ قلت لها حسابي تجاري ما هو قصدي ايوه تجاري ما تجين ارباح بس بحوله شخصي. قالت بعدين وانا جالسه اقلب بالجوال كاني دخلت على موقع ما ادري هو تيك توك او واحده من برامج التواصل، طلعت يعني موسيقى وكذا، اذن الاذان في الحلم وقعدت ارخي الموسيقى احاول اني اسكرها، وفجاه صحيت من النوم الا الاذان فعلا يأذن اذان العشاء. انتهت الرؤيه. وانت في الاصل عندك موقع في التيك توك؟ ايوه. وش اللي يعني صار منتجة. أصر منتجة. طيب ممتاز. وأنت صراحة لأنه هنا تكلمت في أمرين، أنت تجمعين بين في هذا الموقع تجمعين بين أمرين، بين خير يعني بين معروف ومنكر. خليني ألطف الكلمة. لا يعني ما أنا بس أنزل يعني شغلي. طيب في تجارتك تجمعين بين معروف ومنكر؟ مثل ما فهمت يعني ما يأتي الأذان مع الموسيقى. أنت قلتي كان فهل أنت، أنا أسألك سؤال، هل أنت عندك في طريقة من الطرق فيها شبهة شرعية أو شيء في تجارتي؟ أيوة. أنا عندي سجل تجاري بس بدون شبهة، يعني اللي قائم عليه أعرفه شخصيا. وما هو مستغل بعض الأمور؟ والله ما أدري. هو أخذ قروض على هذا السجل أو شيء؟ هو ولد عمي بس إنه أخوي هو اللي متابعه يعني. أيوة. وأخذ قروض عليه، استفاد منه شيء يعني؟ استفاد. الذي يظهر لي إن صدقت هذه الرؤية قد يكون هناك في بعض الأمور الشبه، قد يكون لأنه ما يجتمع موسيقى وأذان. هذا الأمر الأول. أنا ودي إنك تراجعينها من الأمر الثاني. نعم. الأمر الثاني، كم لك أنت متزوجة؟ ممكن 10 سنين. أنت عندك هنا طلع لي رمز هنا، أنت تبحثين عن أمر لك يا 7 يا 8 سنوات يا 7 يا 8 شهور. أنا متخرجة لي 7 سنوات و8 شهور. 7 سنوات و8 شهور. أيوة. تنتظرين ماذا؟ وظيفة أكيد. طيب خلاص. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن هذه المرة ستأتيك وظيفة. أنت صار عندك قبول الفترة الماضية؟ لا بس أيوة صح. أنا عندي اختبارين، اختبرت واحد يعني أول ما تخرجت قبل 8 سنين، والثاني قريب هنا بس هذا الثاني حق وظائف مؤقتة ما هو دائما. ونجحتي فيه؟ كلها الحمد لله. أنت بتتوظفين لأنه قلتي أنت رحت قالوا أنت ناجحة بدون اختبار. لا أنت اختبرتي الاختبار ما أنت نجحتي فيه ما يحتاج تختبرينه مرة ثانية. طيب خلاص. الذي يظهر لي هذا إن صدقت هذه الرؤية هذا دليل، لأنه مراسم دائما الوظائف يصدر فيها إيش؟ مرسوم. صحيح. الوظائف دائما تكون هناك في مراسيم، فلذلك 7 8 بمعنى أنك 7 و8 سنوات تنتظرين. سأتيك بإذن الله هذه الوظيفة ومن حقي عليك أنك تخبريني عنها. وقد يكون سبحان الله ينظرون إلى آخر اختبار أديتيه فيحصل لك القبول بدون ما تخضعين إلى اختبار آخر. والله أعلم. الله يجزاك خير يا رب. شكرا.